كيف يحول الله النفس اللي هو الهواء إلى كلام يسمع؟ هذه معجزة لو علمت قدرة الله فيها يعني لتعجبت من قوة وقدرة وعظمة هذا الخالق سبحانه وتعالى. أولا لو واحد فتح بقه أو لو جبت طفل صغير فتحت بقه ونورت كشاف كده هتشوف طريقين، طريق أمامي أهو اللي هو الحنجرة دي والقصبة الهوائية، وتروح واحدة للرئة اليسرى وواحدة للرئة اليمنى وبعدين الرئتين، طريق الأمامي ده. وفي أنبوبة تانية خلفية اللي هو البلعوم اللي بيودي على المريء اللي بيودي على المعدة اللي بيروح لي الأكل. ولما أفتح بقي أقدر أدخل هواء وأدخل أكل، ويسمح للبلعوم إنه يدخل أكل ويدخل معاه هواء، مفيش مشكلة، وبعد شوية أكرع وأطلع الهواء. لكن لا يسمح للحنجرة دي إنها تخلي الهواء يعدي ومعاه أكل، تبقى مصيبة. لو واحد وهو بياكل دخل ذرة أكل صغننة جوه الحنجرة حتى لو طلعت روحه، بس مستحيل تدخل رزاية واحدة جوه مكان الهواء. سبحان الله. أذكر زمان كان في رجل أعمال كبير وغني جدا، وكان عنده بنت صغيرة أنجبها بعد سنوات طويلة، وكان بيصلح حاجة في السيارة كده، فكان في سائل كده زي حاجة للفرامل، حاجة مادة كاوية، فالبنت مش فاهمة ان دي مية ولا حاجة، فراحت خدتها شربت منها، فنزلت على مكان البلعوم وحصل زي التهاب وحرق في البلعوم. ولما الواحد مثلا يحصل له حرق في صباعه ده وحرق في صباعه ده، وبعدين يحط الصباعين على بعض ويربطهم بشاشة ويسيبهم 10 أيام، يحصل ايه؟ يلحموا على بعض. فاللي حصل ان البلعوم ده أنبوبة أمامية دي ماسكة نفسها، لكن الأنبوبة الخلفية بتاعت البلعوم مطبقة كده، بينزل فيها الأكل وترجع تقفل تاني، تعمل كده حركة دودية، فلزق الجزء الأمامي على الخلفي. فجت مستشفى كبيرة في مصر وعملنا لها زي بالونة كده توسيع، البالونة طويلة زي بتاعت العيد دي، تتنفخ كده فيحصل توسيع للبلعوم. بعد يومين 3 ترجع تكش تاني وتتليف، ما تعرفش تاكل، تيجي تاكل ما تقدرش تبلع لأن الأنبوبة مليفة. بعد شوية بقت تاكل أكل مضروب في الخلاط، بعد شوية ما تعرفش تاكل خالص إلا مية، بعد شوية ما تعرفش حتى تنزل المية. فالبنت بدأت تضعف وتخس وترفع، ما بتاكلش، ولما بتاكل الأكل مش عايز ينزل، نعمل لها توسيع يرجع تاني، نعمل لها توسيع كل شهر يرجع تاني، لحد ما بقاش في أي مساحة للتوسيع. فروحنا عملنا عملية اسمها جاستروستومي، بتفتح كده فتحة في الجلد، لأن هنا البلعوم ماشي كده وآخره هنا المعدة، والمعدة موجودة في اليسار هنا، ففتحنا فتحة في الجلد، وبعدين بتكوي كده بمكوة عشان توقف الدم، وبعدين تبعد الجلد والدهن، وبعدين في عضلات للبطن، ربنا عامل عضلة كده وعضلة كده وعضلة كده، ففتحنا العضلات دي بعيدة عن بعض ودي بعيدة عن بعض ودي بعيدة عن بعض، لحد ما لقينا كيس اللي هو الكيس البريتوني اللي بيحتوي على كل أعضاء البطن، الكبد والكلى والمعدة. وبعدين فتحنا الكيس ده، وبعدين جبنا جدار المعدة وقطعنا فيه قطعة، وبعدين طلعناه من مكانه وخيطناه كده بره في الجلد كأننا عملنا فوهة، وبعدين وصلنا بيه كيس كده خيطناه فيه، والكيس ده كيس كبير كده وليه فوهة كبيرة بزرار، الراجل يضرب الرز والأكل والبطاطس والشاي والملوخية والعيش ويقوم ضاربهم في الخلاط ويحطهم في الكيس ده ويعمل كده ينزلوا عليه، لأن ما فيش سكة تنزل الأكل من فوق. بعد فترة طويلة من الموضوع ده سافرت أنا أمريكا، كنت بتدرب هناك، وكان في دكتور شاطر قوي بيعمل عمليات لزرع المريء، بياخد جزء من الأمعاء ويشيله بالشرايين والأوردة ويزرعه مكان المريء. فجه رجل الأعمال ده وكان معاه شنطة كبيرة، وأنا كنت لسه طالب ومسؤول عن تحضير الحالة للطبيب الكبير الجراح ده. فلما شفت الشنطة قلت له إيه الشنطة دي؟ كل دي فحوصات وتحاليل لبنتك؟ قال لي لأ. راح فاتح الشنطة لقيت فيها دولارات كتير قوي، رزم كده، كل رزمة فيها 100 ورقة، وكل ورقة ب$100، كمية ضخمة. قال لي هذا كل الفلوس حقي لكل المصانع والشركات، صفيت كل شغلي، خدوا كل الفلوس دي وخلوا البنت دي ترجع تبلع من هنا تاني. الله والله. فساعتها بصيت للراجل الجراح اللي انا بشتغل معاه، حتى قلت له يا بختك هتاخد كل الفلوس دي عشان البنت تبلع بس؟ سبحان الله. فالراجل قال له رد الفلوس دي، مش هينفع تبلع تاني، لو بلعت بلعة واحدة هتموت بعدها. قلت له يا راجل ركز شوية، بص على الفلوس كتير ازاي. قال لي يا رامي روح ذاكر كويس، شوف ايه الإمكانية أو الآلية اللي خلق بها الإنسان عشان لما يبلع الأكل يدخل في البلعوم ما يدخلش في الحنجرة،
ربنا عمل آلية معينة، 3 حاجات ربنا عملهم هقول لكم عليهم، عشان لما اجي اكل زي ما اكلنا دلوقتي الاكل ما ينزلش قدام مكان الهواء، ينزل ورا في البلعوم، مع ان الانبوبتين مفتوحين بس ينزل ورا ما ينزلش قدام. وال3 آليات دول ربنا بيعملهم اوتوماتيك في كل رشفة او في كل بلعة، ولو اختل واحد منهم في اي بلعة ينزل الاكل مكان الحنجرة واموت في الحال. الله عاملهم كده مجانا، فقال لي روح ذاكرهم وتعالى بكره شوف. انا ما اقدرش اعمل ال3 دول مع بعض، انا بس اخري انقل البلعوم، لكن في 3 حاجات. ايه هم بقى ال3 حاجات اللي ربنا عملهم عشان خاطر لما اجي اكل او اشرب ما اموتش؟ انتوا عارفين ليه لما واحد بيعمل عمليه نقول له تعالى بكره صايم؟ ليه بنقول له تعالى صايم؟ عشان هو في العمليه بيبقى نايم، ولو هو واكل قبل العمليه بساعه والاكل هنا في المعده وفقد كل احساسه، الاكل ده ممكن يطلع تاني ويروح في البق، وبدل ما ينزل تاني على المعده ينزل على ايه؟ على الحنجره، على الهواء، يسد النفس يموته. لو رزه واحده، تخيل لو حبه ارز واحده عدت من الحنجره الى القصبه الهوائيه الى الرئه، نفرض يعني عدت، مش هتطلع الا لو حصل بعدها بكتيريا ثم صديد ثم خراج في الرئه، وينتهي الامر الى استئصال الرئه. تخيل قد ايه خطير الموضوع. في حاجه اسمها اسبيريشن نمونيا، يعني التهاب رئوي بسبب دخول جزء من اي شيء غريب الا الهواء في الرئتين. يعني انت من اول ما حييت حتى الان كل يوم تاكل وتشرب، الله حماك من ان يدخل حاجه جوه الرئه تؤدي الى استئصال الرئه او تؤدي الى اختناق ووفاه. فدي عظمه من الله. ايه هم بقى ال3 حاجات اللي ربنا عاملهم؟ مهم تعرفوهم ولا مش مهم؟ طيب صليتوا على رسول الله. قال لك اول حاجه ان الحنجره دي اهي الانبوبه دي شايفينها البتاع الناشفه دي، وربنا جعلها ناشفه كده ليه؟ عشان ما تتطبقش والهواء ما يدخلش، لازم تبقى ايه؟ مفتوحه على طول. وهي بالمناسبه ناشفه من قدام، من قدام بس من ورا طريه. ليه من ورا طريه؟ حد يعرف؟ الانبوبه دي من قدام ناشفه زي نص قوس كده، نص هلال، ومن ورا فيها غشاء طري، عشان وراها البلعوم لما الاكل ينزل لو باكل لقمه كبيره شويه وهي نازله تعرف تزق شويه. اوكي، لكن لو ربنا كان قفلها خالص كان الواحد كان رزايه، فربنا مدلعك يعني. صليتوا على النبي. فالحنجره دي ربنا حاطط عليها الاحبال الصوتيه، حبلين. وزمان كنت اظن الاحبال الصوتيه يعني حبل كده، كانه حبل مثلا خيط كده حبل. لا، هو مش حبل، هو غشاء كده زي الغشاء اللي بين الرجلين بتوع البطه. انتوا فاهمين اللغه بتاعتي؟ طيب، في غشاء يمين وفي غشاء شمال. في حبل من الأحبال الصوتية أيمن وحبل أيسر. يعني الواحد عنده كام حبل من الأحبال الصوتية؟ 2، واحد يمين وواحد شمال. موجودين فين؟ موجودين في الحنجرة من فوق. يعني لو أنا جبت طفل صغير وخليته يفتح بقه قوي ودورت في كشاف، هشوف حاجتين كده بيفتحوا ويقفلوا على الحنجرة دي من فوق، بيعملوا كده. هم ليهم 3 أوضاع. لو أنا بتنفس مش بعمل حاجة ولا باكل ولا بتكلم، قاعد كده بس زي ما انتوا قاعدين كده، يبقوا عاملين كده مفتوحين فالهواء يدخل ويطلع. طب ولو انا باكل او بشرب يعملوا كده. ليه يعملوا كده؟ عشان يقفلوا، عشان الاكل ما ينزلش. طب ولو انا بتكلم زي ما انا بتكلم دلوقتي، لا يفتحوا كده ولا يقفلوا كده، يبقوا في النص بين البنين فيحصل اهتزاز. زي زمان واحنا اطفال كنا نجيب البالونه ننفخها وبعدين نعمل كده. ليه؟ عشان قربناهم لبعض فالهواء بيعمل فايبريشن. فالاحبال الصوتيه دي ما بتطلعش كلام، الاحبال الصوتيه دي مجرد انها بتدي صوت ذبذبه بس. يعني الهواء وهو طالع لو انا فاتح كده مفيش اي صوت، ولو انا عملت كده قفلتهم يفضل مقفول. انتوا عارفين اصلا الانسان بيكح ازاي لو عايز يكح؟ لو جت مثلا رزايه وقفت هنا وخلاص هتقع، بكح ازاي؟ ازاي؟ عباره عن ايه الكحه دي؟ عباره عن اني باخد نفس عميق وبعدين اقفلهم وبعدين اضغط جامد الرئتين تقوم نطر اي حاجه. واضح؟ تفتح مره واحده. فوانا بتنفس عاملين كده، وانا باكل او اشرب بيقفلوا. طب وانا بتكلم بيبقوا عاملين كده. فاول حاجه ربنا عملها عشان وانا باكل واشرب الاكل ما ينزلش، انه بيقفل الاتنين دول فالاكل ما ينزلش. وربنا عمل آلية تانية عشان الاكل ما ينزلش، حط لسان اسمه لسان الزمارة، لسان الحنجرة، لسان المزمار. ده غير اللسان ده. يعني لو جبت واحد وخليته يطلع لسانه، بص ركز معايا كده، اللسان اهو. لو مشيت ورا اللسان للاخر عند جدر اللسان
الجدر بتاعه هلاقي في الاخر خالص جوه لسان تاني باصص لجوه قافل على الحنجره، عشان الاثنين دول لما يقفلوا والاكل ينزل يتزحلق فوقيه فينزل وراه في البلعوم، اللي هم يسموه لسان المزمار. لسان خلفي غير اللسان ده، او اللهاء تحت اللهاء على طول. برافو عليك، ورا اللهاء. اللهاء بتبقى طالعه من فوق وده وراها كده. ايه وظيفته؟ ان لما اجي ابلع الاكل يتزحلق على دي تقفل كده، فيقوم نازل في الانبوبه اللي ورا الحنجره اللي هي البلعوم، فينزل على المعده. واضح؟ فيبقى اول حاجه ربنا عملها انه قفل الحبلين، تاني حاجه حط عليهم لسان بيحمي الحنجره، وتالت حاجه بقى واهم حاجه، ودي اللي مش هيعرف الجراح يعملها، انه ممكن حتى لو انا عامل كده وقافل دول وحاطط دول فوقيهم، ممكن مثلا وانا باكل واحد يقول لي اديني من النبي زيتونه من هناك، فانا اوطي كده فالاكل يتزحلق يخش من بينهم. صح ولا غلط؟ فربنا عمل حاجه حلوه قوي بقى، انه بعد ما الاثنين دول يقفلوا ويجي عليهم ده يقفل، كل الحنجره باللسان بكل الحبال بكل ده يطلع فوق كده حوالي سنتي لحد ما الاكل ينزل، وبعدين ينزلوا تاني. عشان كده لما باجي ابلع بيحصل ايه؟ ركز كده، بص هنا، تطلع وتنزل، تطلع وتنزل، في اربطه ربنا شايلها تطلع، فالاكل ينزل تقوم نازله تاني مكان عشان الاكل ما يطلع لهاش. فالراجل قال لي انا مستحيل في كل بلعه اقفل دول واعمل دي وارفع الثلاثه، فاكيد في بلعه منهم هتشرق وتنزل. فعرفت ان قدر البلعه الواحده اعظم من ملايين الدولارات اللي انا شفتها قدامي. الحاجه الثانيه بقى والجميله، هسالكم سؤال بقى ما دام انتوا هتسالوني دلوقتي بعد دقائق معدوده. اذا بلع الانسان اكلا او طعاما او شربا يتوقف النفس. يعني لو انا بجري مثلا بتنفس اهو، وبعدين واحد اداني شويه ميه وانا بجري بشرب اهو، بشرب بعد ما اخلص شرب اعمل ايه؟ ليه عملت كده؟ لاني اثناء ما كنت بشرب كان النفس ايه؟ متوقف، عشان ما ينفعش الاثنين يدخلوا مع بعض. فلا يستطيع الانسان ان يشرب وهو يتنفس، لازم يتوقف النفس سواء شهيق او زفير. السؤال بقى، في كائن واحد بس ربنا خلقه، او في حاله واحده عشان اسهل السؤال، يستطيع ان ياكل ويتنفس في نفس الوقت. مين يعرف؟ مين اللي يقدر ياكل ويتنفس في نفس الوقت؟ في الانسان الانسان. هل يستطيع الانسان ان ياكل ويتنفس في نفس الوقت؟ لا، ما عدا في حاله واحده بس. مين يعرفها؟ لا، الجنين مش بياكل اصلا. انت قربت شويه. الطفل وهو بيرضع من ثدي امه، وبيرضع. هل بيرضع وبعد شويه ياخد نفس ويرضع تاني وياخد نفس؟ لا، بيقعد يرضع ربع ساعه نص ساعه، واكيد مش موقف نفسه، فبيرضع وبياخد نفس. طب ازاي بقى اللبن ما بيخشش على الهواء؟ مش احنا من شويه قلنا لما يرضع بيقفل الاحبال الصوتيه ما ياخدش نفس؟ طب ده بيتنفس وبيرضع في نفس الوقت ازاي؟ قال لك ربنا عمل حاجه جميله قوي، خلى الحنجره، احنا عندنا الانسان الطبيعي الحنجره هنا والبلعوم هنا، فالاكل لما يجي يدخل ادي اللسان اهو، الاكل لما يجي يدخل اللسان في لسان المزمار وراه يتزحلق الاكل يروح للبلعوم. واضح ولا مش واضح؟ بس كل مره يجي يبلع يطلع الحنجره فوق وتنزل عشان الاكل ما يطلع لهاش. واضح؟ الجنين بقى اللي لسه مولود من عمر شهر، من عمر يوم يعني، لحد ما يبقى سنتين، ربنا بيبقى خالق له الحنجره دي فوق كده، فيقدر يبلع والاكل ما يوصلش لفوق. وبعد ما يتم سنتين وفصاله فيه عامين، ربنا يقوم منزل له دي تاني كده، الاربطه تريح، وبعد كده يبقى بقيه عمره كده. فشوف ازاي بعد سنتين بقى يبلع زي بقيه البني ادمين. لكن في الصغر عشان ينمو بسرعه ربنا رافع له دي فوق كده، فبالتالي الاكل عمره ما يطلع لها. بعد كده اول ما يتم سنتين تريح بقى، وبعد كده تكمل كده بقيه عمره. فدي عظمه مين؟ عظمه الله سبحانه وتعالى. طب ازاي الانسان بيتكلم بقى؟ نختم بيها عشان اكل انا كمان حلويات. صليتوا على النبي عليه الصلاه والسلام. الانسان بيتكلم ببساطه قوي. مش من شويه قلنا ان الاحبال دي لو انا بتنفس بتبقى ايه؟ مفتوحه، ولو انا باكل او اشرب تبقى مقفوله. طب ولو انا بتكلم تبقى بين البنين. فالاحبال الصوتيه دي ملهاش وظيفه غير انها تطلع فايبريشن. كل ما يقربوا من بعض كل ما الصوت يبقى ارفع. ما بتعملش حاجه، ما بتطلعش صوت، بتطلع بس فايبريشن بس. طب امال الكلام اللي انا بتكلمه ده بيطلع ازاي؟ قال لك وهي طالعه لو حطيت عليها اسناني تبقى كده تبقى سين. طب ولو حطيت شفايفي تبقى ميم. طب ولو حطيت لساني في سقف حلقي تبقى لام. طب ولو حطيت لساني في سقف حلقي بس قدام شويه تبقى نون.
طب ولو حطيته على اليمين شويه تبقى صاد. طب ولو حطيته على اليمين بس لمست الجزء الوراني تبقى كاف. طب لو حبيت اقول بسم الله الرحمن الرحيم اقول بسم الله الرحمن الرحيم، وانا لا ادري هي بتتكون ازاي. عشان كده ربنا ربط في القرآن يا شيخ عبد العزيز الرزق بالنطق. الله سبحانه وتعالى يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يعني زي ما انت بتنطق وانت مش عارف انت بتنطق ازاي، سوف ترزق وانت مش عارف الرزق هيجي ازاي. فالله سبحانه وتعالى هو اللي يفعل. حركة ايدي دي هو اللي يفعلها، حركة لساني انا معرفش بكون الكلام ازاي هو اللي يفعلها. ما في حد يقول انا باخد بالاسباب وبنزل الصبح اشتغل وانا اللي عملت الثروة دي بايدي. انت اصلا ما تعرفش ترفع ايدك كده الا لو الله اذن لك ترفعها ازاي. كنا مرة في عملية وجي واحد حصل قطع كده، ازازة وقعت على ايده فالاوتار اتقطعت، وربنا خالق اكتر من 14 وتر هنا و12 وتر هنا. يعني في 4 بيروحوا الاطراف الاصابع عشان اعمل كده، و4 تانيين بيروحوا في وسط الاصابع عشان اعمل كده، وده لوحده بيروح له 7 أو 8 عشان بيتحرك في كل الاتجاهات 360 درجة، وفي عضلات بين الصوابع عشان تقفلها وعضلات تانية بره عشان تفتحها. فانت ايدك موجهة بعضلات حسب الاشارة اللي طالعة من مخك الله مسخرها ليك. فجه في مرة لما اتقطع ده بقينا بنوصل الاوتار، والاوتار لونها ابيض وبتلمع كده، وكل وتر رايح شوف زي الاوتار دي كده حبال كده يا شيخ عبد العزيز، كل وتر رايح ربنا حطه في جراب، والجراب جواه زيت عشان وانت بتفتح وبتقفل ما تقفش في يوم من الايام، ما نحتاجش تربيط ماكينه، فربنا عاملها كده. فالاوتار كلها لما اتقطعت بقينا بنوصل كل واحد حسب الاتجاه كده بالظن. فتاني يوم الراجل صحي شافني لابس بالطو كده وانا كنت لسه طالب صغير، بيقول لي يا دكتور عاوز اطمن بس على ايدي. فقلت له حرك كده صباعك ده، اما حرك ده كده، حرك لي كده يا حبيبي صباعك ده السبابه، راح محرك ده. قلت له طب حرك لي ده كده، راح محرك ده. الله، غيرته هذه. فقلت ايه ده، دي مشكله. رحت رايح للدكتور الكبير قلت له احنا كده عملنا ايه؟ قال لي احنا غالبا يا رامي حطينا ده مكان ده. قلت له طب وايه العمل؟ قال لي انت روح له بقى قول له يعني كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون وان شاء الله تتحل. فالراجل قال لي انا مهندس وشغال بايدي، طب انا كده يعني تحكمي في ايدي ما بقاش زي الاول، اعمل ايه؟ فقال له بص يا ابني هو في حلين، الحل الاول هنفتح تاني ونبدلهم، بس يمكن نلعب في حاجه تانية، نربط غرزه في حاجه تانية، الله اعلم. قال له طب والحل التاني؟ قال له الحل التاني هنخليها زي ما هي، وانت لما تحب تحرك صباعك ده يبقى حرك صباعك ده ولما تحب تحرك ده حرك ده. فعلمت ان قدرتي في تحريك جسمي وكلامي هي ليست بمحض اراده مني، دي بنعمه ربنا حطها فيا.